هشة وطرية وروعة روعة. طلعوا اللذاذة، شوفوا اللذاذة وطعمة السماق والحامض، قطيتها نكهة كتير طيبة. بنصحكم هون كيلو من السبانخ زي ما انتم شايفين. بدي اضيف عليها معلقة كبيرة من الملح. المي كلها تطلع. بعد ما تطلع المي من الملح بصير هيك اصفي بايدي، امسك السبانخ واصفيها منيح من المي كلياتها عشان ما تخرب لي العجينة. هلا بخليها ساعة لحتى كلها تصفى واعصرها من المي كلها. اعمل العجينة. عندي هون كوب مي دافية، بدي اضيف عليه معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من حليب البودرة، ونص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. عندي بيضة بحرارة الغرفة، اللي مش حابب يحط ما يحطها، بس تعطيها كتير نكهة طيبة وما بتسمع. هلا بحرك. هون عندي ربع من زيت النباتي، ربع كاس من زيت النباتي، بحرك. عندي هون 4 أكواب من الطحين بدي أضيفهم وأعجن مظبوط لحتى تتكون عجينة ما بتلزق بالإيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. إذا حسيتوا بحاجة لطحين بتحطوا شوي. لحتى تتكون عجينة ما بتلزق بالإيد، وضلني أعجنها ضلني أعجنها. شوية هون زيت بحط كمان. شايفين هلا بغطي عليها وبتركها ترتاح ساعة كاملة. شايفين طبعا بتعصرها مظبوط هيك من المي كلها. هلا بدي اضيف لها سماق، شي معلقتين كبار او حسب الرغبة. وهون عندي بصلة كبيرة بضيفها. وهون عندي عصير ليمون، بسم الله، ربع كوب. وهون عندي زيت زيتون. هلا بدي احركهم سوا كلياتهم مع بعض. بشوف اذا بدي عصير ليمون او بدي دبس من الرمان. حسب الرغبة. هلا بحركها مظبوط. شايفين كيف بتكشي السبانخ. إذا حسيتوا رجعت يعني رجع مي بترجعوا تعصروها عشان ما تخلي لكم العجينة. هيك تمام. وهلا بستنى العجينة تتخمر وفرجيكم كيف وراها. هلا شايفين السبانخ رجعت حطيتها بمصفاية عشان شو ما نزلت مي تنزل. شايفين كيف بتنزل مي. هلا بدي اتركها على جنب. ببلش العجينة اعملها كرات. بسم الله الرحمن الرحيم. عم تخمرت وبلش افردها. السبانخ شوي. بسم الله. بكرها بالشكل اللي بتحبوه. شايفين واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ شوي من الحشوة. طبعا السبانخ انا قسمتها يعني خشن، ما بدي اياها تكون ناعمة.
بعد ما حطيتهم بصينية الفرن زي ما انتم شايفين، طبعا لسه مش كل الكمية. هلا عندي هون بيضة حطيت لها شوية حليب، بحركها شوي. بسم الله. بصير احط ضربت لها شوية حبة البركة. بدكم تتركوها سادة اشي برجع لكم. هلا تحطها بالفرن على درجة حرارة 250 درجة من تحت ومن فوق، بدها تقريبا 20 دقيقة، وهذا بيعتمد على نوع الفرن. اللزازة والطيابة عملنا أطيب فطاير سبانخ بتجنن، طيبة كتير ولذيذة. شايفين اللزازة والطيابة، عجينة هشة طرية بتشهي. شوفوا اللزازة، طلعوا قد ايه هشة وطرية وروعة روعة. طلعوا اللزازة، شوفوا اللزازة، طعمة السماق والحامض، قطيتها نكهة كتير طيبة. بنصحكم تجربوها قد ما هي طيبة ولذيذة.